بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 19 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. يعني بضد إلى البيت رقم 41 عنوان بوسا صلاة الجنازة. قبل ما نشرح الأبيات نخليوها الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نعطيو الخلفية معرفية عن صلاة الجنازة بدءا من البيت رقم 141 وما بعده. مثلا صلاة الجنازة فرض كفاية، بمعنى إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الجميع. قبل أن نشرع في بيان الأحكام المختلفة لابد أن نتحدث قليلا عن الاستعداد للموت. قبل أن نهضر في صلاة الجنازة، قبل أن نهضر فين يعني الفرائضين إلى آخره، أد المسلاي في الاستعداد للموت. باختصار، أولا الموت حق، الموت ذي الحق يكفي ربي يوقف في الكائنات، يوقف خلقي مرة، وربي ذي القرآن الكريم ولكل أجل كتاب ويند وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يند أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ينادى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت حق. ما دام الموت حق لابد من الاستعداد، لابد. معنى الموت نقلة من الدنيا إلى الآخرة، من الحياة الفانية إلى الحياة الأبدية الباقية. ثذرت جنس عيشت ولا الدنيث والزيلت ولا ما غزفت. الحياة قصيرة ولو طالت، ولا يمكن أن نقصرها لأنها هي في حد ذاتها قصيرة، فلا يجوز أن نكثر من تقليصها أو أن نضيع أعمارنا ونضيع أوقاتنا في غير التوبة والصلاح والطاعات. في غادي نغيث مثلا مادام الموت ثلة حق، إلا قبل ما سيهقي اش سيهقي الحقيقة يهقي عاون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عاونكي ممكن اختصاره فيما يلي. الأمر الأول التوبة، يعني كل عاص يحتاج إلى توبة، وتأجيل التوبة معصية تحتاج إلى توبة. معناه بنادم وإلا قال ذي وجل توفينس خطر ورزران ما لا يمث. لا يصح تأجيل التوبة لأن الإنسان لا يعرف متى يموت، متى ينتقل من الدار الفانية إلى الدار الباقية، فتبدأ حياة الخلود من الموت. من ما تبدو لا في إترنال تبدو سي الموت. مي يموت بنادم يكشم ديال الحياة الآخرة وهي دار قرار، كما يقال الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. ممر معنى سي دي باساجي يعني عدي، ولكن الحياة الأبدية هي في الآخرة. ويكون الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة بالموت. إذن لا بد من التوبة. إلى قبل بنادم غادي يثوب يا رسول ربي سبحانه عز وجل. والتوبة معروفة، التوبة لا بد أن تكون نصوحا. التوبة النصوح بشروطها الثلاثة. الشرط الأول الندم، الشرط الثاني الإقلاع، الشرط الثالث العزم. الشرط مزوال الندم، بنادم قد يندم والندم توبة. الشرط والسين إلى أين يخدم ذيري ثاتيج. يعني إذا كان واحد مثلا راه يدير في الربا لازم يحبس الربا. إذا كان راه يتناول المحرمات الأخرى المخدرات والخمور لازم يحبس المخدرات والخمور. توبة
إذن شروطها ثلاثة التوبة النصوح. الشرط الأول اللي هو الندم، اللي ندم ربي يتوب عليه. الشرط الثاني هو الإقلاع، معنى ترك المعصية بعد ما يجي المعصية. والثلاثة العزم، أنه غادي يخدم تقولي النية بلي جامي ديوغا لا سين يحرم ربي سبحانه عز وجل. ما إلا تعلق الأمر بحقوق العباد لا بد من شرط رابع اللي هو رد المظالم وطلب العفو والمغفرة من المظلومين. ومن ما إلا يستخدم خدام وثي خلص راه الخاص يخلص صافي. لقى الشرط يوصل أربعة أذيرو خلصة سينك خلص راه سمحيي أك خلصة. هذا ما كان باش يسمح وينا ثم ما يسمح سيجايس من بعد يدفرها. المهم خطر الحقوق قدام يكون المظالم كلها ونسعى الأمانة يروفوا سلسلة السواد خطر مولاش هذا حرام لا يجوز. وهكذا التوبة. الشرط الثاني إذا نهضر الاستعداد للموت الآخرة أولا بالتوبة في السنف بالطاعات، الطاعات والقربات لا ظل في رمضان لا عاشوراء كل شو ميز أكو في كذلك الطاعات. وهذا هو الزاد وكذا وين ينفع فافيس ذي الأخذ. الأمر وسط في الاستعداد وهو مهم جدا. عمل نفع الناس. ما معنى نفع الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أحب الناس إلى الله قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وسئل عن أحب الأعمال قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. هذه رواية من روايات الحديث. المعنى يسين سنوي ذا يحمل ربي ناس ينفع نوياض معناها بعد ما يصغي ما كان العبادة تصلي في رمضان القيام يقول لك لا بأس يعني من بعد. والمجتمع خليوه المجتمع يقللني مغفاني موضان ثلثان الهموم شحال خدمه ذي ثلاث دارت ولا ثلاث دارت يسعى الواجبات ولا كذي الحمى يسعى الواجبات. لازم يكون عضو راه باعتباره عضوا في الأسرة له واجبات ذا عقال يسعى الواجبات الوخام. باعتباره عضوا في الحومة يصدر ذي الحومة يسعى الواجبات دوفار. باعتباره عضوا قذرم أذرم يسعى الواجبات مشى قبل ما الجنازات ما الحيفة ما الهموم ما الطلبة ما كذا. باعتباره عضو في المجتمع أيضا يسعى واجبات. باعتباره عضوا في الأمة يسعى واجبات. باعتباره عضوا في المجتمع الإنساني البشري أيضا يسعى واجبات. إذن واجبات. إذن فيها الأمر الرابع وهو تذكر الموت. معنى لا يجوز أن يغيب عن أذهاننا الموت. إذا قفنا دم ونستير الموت ضيع يضرب لي أثيا ربي ند ولكل أجل كتاب. الموت حق. ثورة الإنسان ميديوس الوقت الاحتضار على كل حال. تصبوا لي قلان هناك آداب من هذه الآداب أنه الشخص هذاك اللي مريض لا يجوز باش يطلب الموت قرار ربي توفاني لا خلي ربي يخدم شغله. لازم خاطر هناك آداب خاصة بالشخص هذاك اللي عن المريض ولا الشخص اللي حاضر. المريض هذاك لا يصح خاطر كيما رانا كامل قادرين نعيشوا لحظات صعبة تاع الألم. ما نقولوش يا ربي كيما يقول لك دي امانتك لا ما تدريش. وبالك يا ربي كل ما يطول عليك الالم كل ما يغفر لك وبعدين يرضى عليك وترتاح في الاخره. اذا لا تستعجل. غادي نغيث مثلا هو ربي بنادم الى قضيه الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ويجتهد باش لا ينسى ذكر الله ولا ينسى الشهادتين التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كي جا طفل الدنيا الناس سمعوا له الأذان سمعوا له لا إله إلا الله محمد رسول الله. ظرك هو باش كي يموت هو اللي يقولها نحن نذكره ولكن هو اللي يقولها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يجتهد أن يتلفظ بها بلسانه، وإذا لم يستطع فبقلبه. لذلك نحن نتذكر المحتضر، نذكروه باش نذكروه نلقنه الشهادة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إما يقولها مرددا إياها بلسانه، إما يقولها بقلبه. نكون ما دنا سنزر ولكن يتمتثن ولا قالت نحرص إلى قد لا إله إلا الله خاطر الوقت اللي صعب يتمثل ماشي اللي سهلا. الوقت اللي قربت في الروح سي الجسد ماشي دايني سهل، دايني وعرنا طاس. فراق الروح للجسد أمر صعب، إن للموت لسكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معناه سكرات الموت، نسأل الله أن ييسر علينا جميعا. لذلك نذكره كل ما نقيم ذين الناس العواد اللي حاضرين يذكروه بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويدعوا له، وإن شاء الله ربي يثبته على الشهادتين إن شاء الله تعالى. وربي قال في القرآن في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثرى يلا تجاوزوا كل هذه، نروحوا إلى الميت. مات دروك نغسلوه، خاطر كاين أحكام كثيرة تغسيل الميت. أولا تغسيل الميت فهو فرض كفاية على الأحياء. هذاك خونا اللي مات لازم نغسلوه. بالنسبة للنساء أختهم اللي ماتت لازم يغسلوها إذا قد سرد الميت. وقف فرض كفاية. ما رد فرض كفاية معناه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ما يخدم من تشويط نكون يا كويس لك يا ربي. ما إلا مثلا غير سرد الميت يتدرت نسيب بلا جر ذا القرآن نكوني ونتو حسابها، يعني يبغي ثيد ربي السباب باش نكون نتو حسابها. لو كان ولا شويه السير ديالنا نتو حسباك انتو حسباك. مثل صلاة الجنازة سنذكرها بعد حين. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ماهوش كاع اللي يصليوا في الحمى لازم يصليوا عليه، لا لا. ولا اللي يصليوا كاع في الدشرة لازم يصليوا عليه، لا لا. اللي حاضرين يصليوا فرات والباقي ما يحسبهمش ربي. لماذا؟ لأنه فرض كفاية، واجب كفائي. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وهذا من رحمة الله علينا. أما فروض العين تؤدى يعني من كل شخص مكلف تجري عليه الأحكام الشرعية. ما فرض العين ولا شواري يعوض نوايض قدري ونصلي برك العشاء في بلاصتي انا نصلي ما نصليش، لا لا. ما كاينش اللي يصلي في بلاصه الاخر، وما كاينش اللي يصوم في مكان واحد اخر الى اخره. فروض العين تبقى فروض العين، هذا فرض كفايه. المسلم اذا مات اولا وجب تغسيله، واجب على الكفايه. وين يموتم الى قتل السرد تنزيز دي وتكفينه السنسلس اللي لبساتها شبحات الكفن. 3 والصلاة عليه أسنزل فلاس. 3 4 ودفنه أثننطل علاه ليلقى الله طاهرا. ما شاء الله نجهزوه ما شاء الله. الأحياء يدولوا 4 أمور، وكان الخامس لأهله اللي هو العزاء. أثن الزيز دي وسنسلس لبساتها شبحان الكفن ونزل فلاس وثننطل وسنذعو ونذعو مولان الصبر نتسنذعو الرحمة والثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقنطلي ولا سيني استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ضربت سلافو يكمثون سمحتاس سلافو والستر ربي يثبت أي غير فإنه الآن يسأل. الآن ماشي من بعد ساعتين ولا من بعد يومين ولا من بعد عامين، لا لا، الآن يسأل. الأمر صعب طبعا. الإنسان يلقى روحه وحده في القبر الذي لا يعرفه ما يعرفوش.
نعرفوا كاع ديارنا كاع، تعرف الصالون، تعرف الكوزينه، تعرف الكولوار، تعرف كلش. ممكن تغمض عينك دير هكا تريسيتي، كاين طريق كاين تعرف. وهذاك اف ان هذاك اللي نلقى روحنا فيه عندنا في مناطق الزكا وليت نسينا داين وحدك يضيق ولاش تريسيتي ولاش لاموكيت ولاش كليماتيزور ولاش الغاشي ولاش والو. وطبعا الامر صعب. سالني البارحه واحد في واحد الجنازه قال لي هل عذاب القبر كاين؟ نغاس هذا وحده يكفي، ما يكفيش هذا. هي قال غير صح. قلت له يلا ايماجين وحدك برك تلقى روحك في القبر فشل وماشي كبير تقول له تنوض الاز والو هاك. من بعد قول لي برك ديجا بدا يرتعش. قلت له ديجا راك خايف، راك خايف. ايه حسره، شني هذا؟ شنو ندخلوا روحنا في واحد الامور وكذا وكي عندنا نصوص الله يبارك ما شاء الله، وبعدين يجي واحد يقول لك شكل هذا، يقول لك وقيلا ما كاينش عذاب القبر. خير ان شاء الله صافي كيف الدنيا كاع كيف نعم خاطئ. ربي قال في سورة البقرة 281 الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية سورة إبراهيم 26-27 الآيتان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والقبر هو أول منزل من منازل الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يكفى ووال. إذن شروط الوجوب، يشترط لوجوب غسل الميت 4 شروط. 4 شروط نقراهم يعني باختصار. الشرط الأول أن يكون الميت مسلما، أن يكون المتوفى مسلما. لا يغسل الكافر ما يتغسل ما والو. ولا يغسل المرتد اللي ارتد عن الإسلام، إما ذا كافر وإما جاء الإسلام يغال وايض. بون قارن السؤال ذا كريتيان سما شيء شو مرتد في حكم الدين الإسلامي هو مرتد وقي يحرم باش تسير كما كنا الله غالب. ممكن واحد يقول إيه كان يموتوا مجموعة والله ما على بالنا ما نعرفوهمش، كاين المسلمين وكاين الكفار، مي وراه الكافر ما على بالناش. دونك حنا بيناتنا نعرفوا بعضنا البعض، مي كل واحد يغش في الغربة ولا كذا البابور راح ولا الكار ماتوا وكذا مانيش عارفين وراه المسلم وراه الكافر، وراه المسلم وراه الواحد آخر. واش نديروا؟ إذا كان فيه واحد مسلم بالك موجود بيناتهم نغسلوهم كاع. شوف حرمة المسلم. نعم إذا ماتوا 50 واحد 49 كافر واحد برك مسلم ولكن ما نعرفوش شكون هو المسلم، كيفاش تلقاه؟ غسلهم كاع في 50 على جال هذاك المسلم باش ما تغلطش فيه. خاطر ممكن تغسل 40 وهذاك المسلم ما تغسلوش نغلا ما إلا 50 49 ذي كفار يجيو ذي نسلم على جالين نسلمني اثنت السير ضاك وكن ملان هذا ما كان. واسن تصل كفناك وكن ملان ربحوا في جرتو زيد وتزلط فلسنا كن ملان ولكن النية تنصر في المسلم. تقول في قلبك نويت الصلاة على المسلم أو على المسلمين فقط. وقد قلنا سابقا أن النية من مقاصدها الحزم والجزم والتمييز. يعني النية إذا نسيت فرق ديال وكتسا طهور 4 ركعات العصر 4 ركعات كيفاش تفرق بيناتهم؟ بالنية. مين بداكي قال نية تروح سنسلم هذا ما كان، ولكن ويضير في الآخرة ربي يعرفهم، نحن لا نعرفهم ولكن ربي يعرفهم مفكاثا. ولكن حرمة المسلم باش انظر ينسلم امشي يسعى الحرمة انظر في الناس. نسأل كثير نقول كل منتحر ونسويسيدين إن غيمانيس ما يجوز. طبعا نصليوا عليه انظر في الناس هذا ما كان.
الباقي مع ربي سبحانه وتعالى. لحظة الانتحار لا يعلمها إلا الله. لحظة الناس يسويسيدي وزرع السويسيد حرام معروف، الانتحار حرام. ربي قال في سورة النساء الآية 29: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حرام الانتحار. من المنتحر وين غيمانيس أنظر في الناس. هذا ما كان. طيب في تفاصيل فقهية، لا يصلي عليه إمام فاضل أو رجل فاضل كذا كذا إلى آخره، في تفاصيل، ولكن الصلاة نصلي عليه. والدفن يدفنون جميعا في مقبرة المسلمين. بالك في 50 كاين 4 مسلمين، الباقي كاع ماشي مسلمين، ندفنوهم كاع في مقبرة المسلمين. خاطر باش ما نغلطوش مازال ما عرفناهمش، إذن نخدم هكا. هذا 2. الشرط الثاني وديك الشرط الأولى. الشرط الثاني أن تكون حياته مستقرة. مش معناتها معنى السقط مثلا لا يصلى عليه، ولكن يعني إذا لم يستهل صارخا، معناتها إذا استهل الطفل صارخا أو ظهرت عليه علامة من علامات الحياة يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه وندير له كلش، ويرث ويورث. نعم، يعني ميل اللوفان يسدر الدونيث ذا قشيش نا تقشيش فهم فلاس علامة من علامة الحياة، ان سيني دو في. ذينا انا خاصني نخدم كلش فاس نسيرد ونزل فلاس وكذا، ولكن ميلا يموت يتعبط القماس يفغ داكني خاطي ونزل راه فلاس. زيد في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الطفل لا يصلى عليه، يعني الطفل قد يسنى كاسقط، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. حتى يستهل، ما معنى يستهل؟ معنى تظهر عليه علامة من علامات الحياة. هذا ما كان وقيل معنى يس خاطر لو كان يون مثلا يموت سين مثن فافاس دميس مثن في كيون لاكسيدا ونزرا ويموثن دام زوارو ولا شويه ورث نوايض، خاطر لا ندري من مات اولا، ولكن كان يكون الفرق ثانيه اون سكوند وكي يموت ابري اون سكوند يموت وايض، وين يموت المورث وكي وارث ثم يتحول الى مورث. كذلك على كل حال مجالها في علم الفرائض، ولكن داكي بالنسبه للغسل وكذا نغسلوا اللي نزل عليه علامات الحياه. الشرط الثالث ان يكون الميت إما كاملا أو أن يكون يعني يوجد فيه يعني جله أو محسوب إلى قليل على الأقل ثلثين، معناتها إلى قليلين دو تيير دي الصوريس مثلا بعد الشر لاكسيدا ولا تلقى مقطع كاع. إذا كان مقطع كاع واش تغسل فيه؟ ولكن إذا كان دو تيير نتاعو موجودين، مثلا راسه موجود بطنه موجوده وكذا، وصل هنا رجلين طاروا، خلاص نصليو عليه خاطر عنده يعني دو تيار ثلثين ولا اكثر. اذا وجد منه دون الثلثين من الجسد، هنا الحكم تاع حكم الكراهه. ممكن تلقى النص تاع بنادم تصلي عليه يجوز، ولكن على الكراهه، على الكراهه، ولكن من حيث يجوز يجوز. الشرط الرابع سبحان الله ألا يكون شهيدا. ألا يكون شهيدا معناه ما الشهيد ما تصليش عليه، ما تغسلوش. الشهيد لا يغسل الشهيد، ولكن الشهيد يعني في أرض المعركة المشروعة، هذا هو المقصود. والدليل الذي يذكره العلماء هو شهداء أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية المعركة نتاع أحد ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد؟ قال يعني حديث رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أدفنوهم في دمائهم. انطلفتن كذا من النسن كني سيذا من النسن، سيذا من النسن يعني يوم أحد، ولم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغسلهم السادرة ولم يأمر بتغسيلهم. وفي رواية أخرى لأحمد: إناد
لا تغسلوهم، هكذا يقول: فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. سبحان الله، هذاك الدم، قطر الدم هذاك نتاع الشهيد، الريحة نتاعها مسك يوم القيامة. والله أكبر. إذن في رواية أخرى: أمر بدفنهم بدمائهم، سيدا من إنسان، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. وثني السارد ورزو الفلاس. يعني الروايات كلها تؤكد هذا المعنى هذا. ولكن سمحوا لي بين قوسين، الشهداء ماشي غير هذه الشهادة برك، كاين الشهداء اخرين. الغرقى اللي غرق هذا شهيد، المبطون شهيد، واللي تحرق بالحريق يرغى يموت السمس والعيد شهيد. وين غرق ندير البحر كيف ذاك شهيد. ثمطوث الا ند النفسه ثموت ديال السبيطر ديال كينيك ما تسروا كني ثموت لا تلاوين يموثن درن ورا ونسنت، لا انت تلاوين يموثن وكذ ورا ونسنت وجاوك الشهداء. ولكن هل نغسلهم؟ نعم نغسلهم. على الدليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه وهو شهيد المحراب. يكفى ووالي. عمر بن الخطاب مادام الشهيد ديال الجامع المسجد النبوي، شهيد المحراب، قتل، ولكنه غسل وكفن وصلي عليه. بعد يشوفوا بعض واحد اللطائف الصحابه، كل واحد كيفاش وصى شكون يصلي عليه، باش حنا كامل نحضر روحنا باش اليوم درس تاع اليوم على الموت وكذا صافي نصبروا خلاص، لازم نوصلوا. ابن عاشر هو اللي بغاه هكذا في البيت رقم 41. حابين نعرفوا كامل هذه المعلومات باش من بعد كي نشرحوا الابيات يسهل الامر. طيب سيدي، اذا هكذا حبيت نقول باللي هذه الشروط او شرحناها. الان كاين الشرط الخامس، 4 شروط كملناها. الشرط الخامس ولا نكتفي بهذا لأن هذه هي الأمور الأساسية. الباقي يتكلم أولى الناس بالتغسيل إلى آخره. هذه سنتحدث عنها الآن. أولى الناس بالتغسيل شكون؟ بالنسبة للرجل أولى الناس بتغسيله زوجته، إذا صح طبعا زواجها. إن لم تكن الزوجة أو كذا وكذا فالأقرب. المهم ولا اللي وصى، تلقى واحد قبل ما يموت يقول لك يغسلني فلان ويصلي عليا فلان، خلاص لابد أن نعمل بوصية المتوفى. الوصية ساعة مازال ما يليوني وصى أديني يسير ذي الفلاني أما ذا بك ذي وكذا في وصى هكا، سوى مغاذن ولا شيثن ذاين ذا ذي الظليث أولى بالصلاة كما سيأتي البيان بعد حين هو الوصي. ما الواحد قبل ما يموت يقول لك يصلي عليه فلان، هو يصلي عليه. وإلا كاين ترتيب سنذكره بعد حين. بالنسبة غسل الميت عندنا واحد إشكال كبير، هو أنه بعض الناس عندهم عزوف عن غسل الموت. يقول لك ما نغسلش أنا الميت أنايا. بعضهم يعتبرها شغل حاجة مش مليحة، بعضهم يعتبروها باللي لا تليق بمقامه، يقول لك انا ما نغسلش الميت انايا. وكاين اللي خايفين درك، كاين اللي خايفين. هل اللي خايفين هذا عنده عذر، يقول لك انا ما نقدرش انايا بابا ما نقدرش نغسلوه، تخاف. ولكن الا كنظر باللي اللي يغسل الميت عنده اجر كبير عند ربي سبحانه عز وجل. لو كان نعرفوا هذا الاجر نوليو نجتهدوا باش سمعتوا كي كنا نهضروا على الاذان واحد الوقت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة إلى آخره. هذاك ترغيب. وبعدين صوته وين يسمع؟ يابسة، بحر، طائر، واللي يسمع يشهد له يوم القيامة بصوت فلان رفع في دار الدنيا وسمعناه. يعني يكثر من شهود الخير. أو هنايا يتمنى يقول لك ماذا بك نأذن
وصلاة الجنازة عفوا الغسل. صلاة الجنازة رانا موجودين كاع، ولكن الغسل هو اللي فيه إشكال. وعندنا إشكال دائما نذكر به، سواء على الرجال، على مستوى الرجال، على مستوى النساء. على مستوى النساء أيضا ممكن تلقى امرأة واحدة معروفة في الدشرة يوث، نهار اللي تموت ميم لا روليف ما كانش، يعني دي فوا مشكل. ولا يستناوها، ولا هذاك الراجل اللي موالف يغسل 4 موتى ولا 5 موتى في النهار لازم يغسلهم هو، واحد في الدشرة هذه والآخر في الدشرة هذه والآخر في الحومة هذه، يستناو غير واحد. يعني كل ما نوصل هذا الموضوع نحاول أذكر نفسي وأذكر غيري، نقول لهم عادي شويه الكوراج برك، اللي ما غسلش ماشي اول مره تغسل وحدك، ما تغسلوش وحدك، لازم يكون عندك كان بروموتور، يعني اللي يكون معاك يعلمك ثم يزيل عنك الخوف، يقول لك عادي هاو ميت، هذا ميت، وانتايا يا ريك تغسل فيه يجي نهار يغسلوك. اذا كن به لطيفا كيفاش تغسلوا. طبعا ما حكيتش على هذه لانها معروفه عند الناس اللي يعرفوها، كيفاش تغسلوا، تكالوا شويه هنا بلطف في بطنه باش من المخارج نتاعو كاش ما بقى في بطنه يخرج يا سيدي وبابا، وبعدين تنظفوه، وبعدين كذا، وكيفاش تغسل الجهه اليمنى توضيه، وبعدين الجهه الراس، وبعدين الجهه اليمنى، وبعدين الجهه اليسرى الى اخره، تفاصيل يعرفوها اللي يغسلوا الاموات. ولا بد ان تعرف باش يلقى هذا الانسان ربه طاهرا، كما قلنا في مقدمه اللقاء، سبحان الله، نغسله، نكفنه، نصلي عليه، والصلاة أيضا غسل الذنوب نتاعو، هذيك الناس اللي يشفعوا له كما سنسمع بعد حين في صلاة الجنازة، وبعدين ندفنوه ليلقى الله طاهرا، جهزناه بعثناه يروح لرب سبحانه عز وجل، وهو أخونا إذا كان مرة وهي أختنا، خاطر يتسلسنا، وهذه من الحقوق المشتركة بين المسلمين. نروح مباشرة، تجاوز الكثير من المسائل، نروح مباشرة إلى موضوع صلاة الجنازة. أولا نتكلموا على حكمة صلاة الجنازة، الحكمة نتاعها ولا مقاصد صلاة الجنازة. عندها أولا الشفاعة للميت، نفردها بهذه الحكمة، الشفاعة للميت. نحوجك الشفاعة، الميت يحوج الشفاعة، ولا يشفع في الناس، تظل في الجنازة تشفع لك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت، إنسلم يموت، فيقوم على جنازته 40 رجلا، 40 رجال فلاس، لا يشركون بالله شيئا. معناه دين سلمان يقرز الإسلام من سن ما شاء الله، إلا شفعهم الله فيه يسعد. الحديث صحيح، خرجه الإمام ابن ماجه، أبو داود، مسلم وغيرهم. المعنى يس ما يموت ومذان ظلن فلاس 40 ناس زيادة الله يبارك، ذين سلم ويصحى الإسلام من سن، ربي سبحانه يشفعهم فيه. أي إلها صلاة الجنازة نكثر المصلين إلى قن أكا، والحمد لله ثلاث مذينين قوان يثذرين مازال بعض المشاكل إلا وندا ماشي وحاشا، الحمد لله الآن الأمر مفرح. تذكروا كاين أيام مرت صعبة جدا، تلقاو يصليو مجموعة قليلة ولا بليبار دي سبيكتاتور، هذوك الاخرين سبيكتاتور كاين بزاف متفرجين تصيق الله، وكأن الأمر لا يعنيهم شغل شغل يمزل كان، وكان ذا ما يجيش هو يصلي ما يجي بيبري برك ما يتوضا، ما هو كي يكون في هذاك الظرف حتى إذا كان يعني مستعجل ممكن يتيمم ويلحق بالصلاة ويصلي والسلام. المهم هذه كرسالة فقط باش نكثروا، وماذا بك نخدم على الأقل 3 صفوف، يعني فيه تفاصيل. طبعا الأئمة دائما ينبهون على هذا. طبعا ننتقي بعض الأحاديث. الحكمة الثانية ذا شوت
انتفاع الميت بالدعاء. تقريبا هذه تكمل الثانية الأولى، ولكن هذه أفردناها لأن فيها شفاعة، فيها شفاعة. والثانية هذه انتفاع الميت بالدعاء، كل واحد كيفاش يدعي له. واحد يدعي له بالثبات، واحد يدعي له بالستر ربي يستره، واحد يدعي له بالمغفرة، والآخر يدعي له كل واحد كيفاش يدعي له. إذن الله يبارك. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الحديث صحيح، الحديث حسن في الحقيقة عند معظم العلماء، وهناك من صححه، فخرجه الإمام ابن ماجه وغيره. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نخلص الدعاء للميت، فأخلصوا له الدعاء. من الأدعية المعروفة: اللهم اغفر له وارحمه، هذا أقل ما يقوله الإنسان، هذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه. موري السيدة دي قبيلت: ربي عفو في اللاس، ربي سبحاس، عادي. واش يدير الأدعية: اللهم أكرم نزوله ووسع مدخله ويسر حسابه ويمن كتابه وثقل ميزانه بالحسنات، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث نهضر شوية في الفضل ينس، فضل صلاة الجنازة. هناك حديث كثيرة، اختار حديث أبي هريرة، حديث جامع، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة، وهنا يلحن اتباع الجنازة يعني جنازة مسلم إيمانا واحتسابا إلى قد يخدم يوذ من ربي. يروى أن أحد الصالحين يعني قيل له: تعال بنا، هيا بنا نتبعوا الجنازة. وجنازة هذيك جنازة واحد كبير من كبار القوم يعني. وبعدين هذا الرجل الصالح لم يتحرك. سقارن هيا بنا، سقار رجل سقمانيينو، سقار خاطر وقاد غمار روح على جرمي حاجة كبيرة. وكان واحد بيبري برك مات هكذا عادي يعني، ما نروحش، عندي شغل، عندي كذا، مادام فلان نروح. هذه نقطة مهمة لابد أن ينصح بعضنا بعضا. أكيد هناك بعض المعايير معتبرة شرعا، معتبرة شرعا. معنى ملي كي نقول هكذا ماشي معناتها إذا رحنا شفنا واحد كثروا عنده الناس، هذا هو، هذه أقدار نتاع ربي سبحانه عز وجل، وهذه مقامات من عند الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعرف بعض الناس ما تفوتوش جنازة في الدشرة كامل، يحضر جميع الجنائز 100%، وهذا كي متخوتي أكيد يكون عنده الغشي بزاف، أكيد، لأنه يحضر الجنائز. وكان ماشي غير يحضر، يروح يحفر ويحضر وإلى آخره، ويسهر، نجيبوها كامل هكذا برا باش إذن هذا سمحوا لي مقام يعني يحضروا الناس. طيب من المعايير اللي يديروها الناس كيف الشهور، يقول لك متحضر دار حضرنا لها هكا حضرت الجنائز الله يبارك في دار. ولكن ذا ولا قال ذا الإنسان يتعسف ويتعنت، هذا فرض كفاية. ما يتعلق بالقرى والمداشر ولا الأحياء، ولا إذا داروا بعض القوانين فيما بينهم من باب التنظيم لمقاصد تنظيمية تأطيرية للمجتمع، فالحرج مرفوع. ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. إذن الفضل ينس يناد النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه، يعني يريح مع هذاك الميت، يعني يبقى في الجنازة حتى يصلى عليها، أي على الجنازة. سبحان الله، ذاك يقول لك أول ما يسقط عن الميت اسمه، ما قال لك يصلى عليها يعني، وإن يتكلم على الذكر ولكن يصلى عليها على الجنازة. مريم مثيون ذي سميسي ذا مزور وذي يروح، ذي سميسي ذا مزور وذي يروح. أكين المرحوم المرحومة، أكين قال خرجوا المرحوم، غسلوا المرحوم، وقتاش يدفنوا المرحوم، اي بورتون عنده نون برينون، عنده كلش، ولكن بقى على خير. اللي قرات كاع يروحوا. ذاك لابد أن تذكر هذه. إلا قنزر باللي ولاش ذاين يموت بنادم ذي الميت آمن تسا أمياض ذاكي ثورة نفذو الحياة نتاع الصح، العمل الصالح وكذا،
لاقي ثورة ديفان يزمر هذه يون مسكين ويتوسن ويلي، ولكن يقرب ربي سبحانه وتعالى. إذا كان ديما يكون قرايث مثلا ولا قرات يتمح قراني ثيرين سلمن ولا قرا ما نحقروش الناس، ما نحقروهمش، نقولوا فلان ايمان الله فلان يا بيبري والله ما على بالنا، ما على بالنا. بالك هذاك واحد فلاح يصلي عادي تماما مسلم وقلبه طاهر، يحب كل الناس، يحب الخير، يعاون واش يقدر للفقراء، الا ما يقدرش يعاون عنده النيه، يقول لك يا رب لو كان ترزقني ندير. حينما الأعمال بالنيات، رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية، والحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما ندري، ثم لا ندري حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، لا ندري، ونزرارة نخدموا خلاص فقط. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولكن ولا قلب ما دي كونداني الغاشي كاين الفلاني ذاين توبه ينس خاطئ سنجا ربي سبحانه. إنما نحن دعاة ولسنا قضاة، ندعو إلى الله عز وجل والسلام. لذلك في هذا الحديث أعود وكان معه حتى يصلى عليها أي على الجنازة ويفرغ من دفنها، يعني لما ينطل الذين هذه الجنازة لما ينطل فإنه يرجع من الأجر قيراطين. وين حضرنا كوكا كل قيراط مثل أحد، من كل قيراط أنشت بذرار جبل أحد، ونسمو زرار نشرها في زر أنشت بذرار جبل أحد. الله أذر أحد الله يبارك ما شاء الله. أدوض سن القيراطين، أدوض تصور هذاك الإنسان اللي غسل واللي دار واللي دفن واللي كذا وزاد شحال يجيب الأجر. مشروع استثماري في الحسنات لا يضاهى، ديون مشروع مقران الحسنات. ومن صلى عليها كاين اللي يوصل في الصلاة ثم رجع صلى وراح، يقول لك ما نمشيش المقبرة قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. اللي صلى برك وراح كيما احنا عموما، يعني كاين بزاف منا اللي نصليو الجنازة في الجامع على الميت وما نمشيش معاه. كاين اللي مشاو خير منا، لا ما كاين اللي مشاو خير منا، حنا صلينا برك والجنازه جابوها، يعني ما درنا والو، ما تعبنا ما والو، جاء ان شاء الله ماشي والو، يعني الاجر كاين. الفات ربي كتب لنا الحضور فيه اجر ان شاء الله تعالى. ولكن ما لا يوني الزول كان في سوري حضيره راه يدفينا صافي ذيوي قيراط، وقيراط مثل جبل احد ايضا. والله يبارك باولاده واولاد النساء يبود الله يبارك. ثرى حكمها هي فرض الكفايه ايضا لعموم قوله تعالى وصل عليهم في القرآن الكريم، وصل عليهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجنازة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال صلوا على صاحبكم. إذن استدل العلماء على أن هذا الواجب واجب كفائي بأدلة منها ما ذكر. إذا صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم معناه إذا صلى على الجنازة بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقي. شروط الوجوب: الشرط الأول أن يكون الميت مسلما، كما قلنا قبيله في الأصل لازم يكون مسلم. درك أيضا لا بد أن يكون مسلما، لأنه تحرم الصلاة على الكافر، ثقي خاصة بالمسلمين. باش نظريت مثلا الإسلام يرفع من أقدار الناس. سمعت قبل حين إلى ماتوا 50 واحد بالك فيهم بيناتهم مسلم بركو ما على بالناش وراه المسلم، نغسلوهم كاع ونكفنوهم كاع ونصليو عليهم كاع وندفنوهم كاع في مقابرة المسلمين على جال واحد. وين تلقى هذه؟ ما تقوليش بيلوفاس بيبري ولا لا. إذا تأكدت وتيقنت نعم كل هذه الأعمال تنصرف إلى المسلم، ما السرد 100%. الله يبارك مسوري ضرا ربحنا كل الجرى، ولكن ضربتني حسن يوم القيامة ضرب بيك الزران أنويذ نسلم ذوينا ونية يكي الزاري ثم كان درنا أصروحا كل أعمال قاعد روح أنت نية إلى ذلك المسلم إكراما له. شروط وجوب: الشرط الأول أن يكون الميت مسلما،
إذن إلى قذيل ذي نسلم. الشرط والسين أن يكون حاضرا فلا تجب على الغائب، وتكره يعني في المذهب المالكي حكمها، يعني الرأي المشهور لدى المالكية هو حكم الكراهة، صلاة الغائب حكم الكراهة، ولكنها صحيحة. والعلماء المحققون إذا كان عندها دواعي ترفع الكراهة، عندها دواعي. وجبوا أدلة، النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي ونسين يذهبوا فإن به مالك لا يظلم عنده أحد في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. وهذا الحديث حديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام البخاري في صحيحه. معنى العلماء بوين الدليل كي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور في النجاشي ذي نسلم يفر الإسلام ينس أخفى إسلامه، ولكن سمي يموت بض الخبر النبي عليه الصلاة والسلام يزور فلس، ولكن صلاة الغائب ماهوش حاضر. الشرط والثلاثة أن لا يكون سقطا. طيب ذكرنا قبل حين لا يغسل السقط وين يموت يتعبط كماس، ولكن ما إلا استهل وظهرت عليه علامة من علامات الحياة يغسل ويصلى عليه. ما إلا تفند في اللسع على علامات الحياة يصلى عليه. إما إلا يزول في السقط حكمه الصلاة، حكمها الكراهة ماشي الحرمة، ماشي كما الصلاة على الكافر ثم تحرم أو على المرتد، ولكن داكي حكمها الكراهه. خاطر ممكن واحد منكم يقول لك غير حضرت واحد النهار طفل زاد ميت وحنا صلينا عليه، لا شيء عليك، يعني شيء درتوه عادي، وكاين الناس اللي داروا هذا الشيء ما كانش حرج، فالحكم حكم الكراهه وليس في ذلك حرج. حديث جابر عن النبي عليه الصلاه والسلام: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره. الشرط 4 ألا يكون شهيدا كما قلنا في التغسيل، أيضا نقول يعني الصلاة. وإلا قال لي الشهيد، خاطر الشهيد ونظل في اللاس، والدليل ذين دنان الصحابة في الزمان النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد أمشيت يومر إناسن وثن السير الثارة انطلت كان سيدا من نسنس القشنسن وتظل ثارة في اللسن، لم يصلي عليهم ولم يأمر بالصلاة عليهم، فكان هذا دليلا على أن الشهيد لا يصلى عليه، كما قلت ثبت عن الشهداء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. ثورة شرط 5 ندب لي أن يوجد من الميت ثلثاه فأكثر كما قلنا في الغسل، كذلك في صلاة الجنازة كما مر هذا البيان في غسل الميت كذلك يتكرر هنا. هذا الشرط 5. ثورة يثمثل نروح مباشرة إلى شروط صحتها، يعني شروط صحة صلاة الجنازة. لا شروط شرط مزوالو الإسلام فلا تصح من كافر إلى قوني الظلم دين إسلام، نتكلم درك على المصلين. شرط السن العقل، لا بد أن يكون المصلي على الجنازة عاقلا فلا تصح من مجنون مثلا، لا تصح على المجنون ما عنده نية حتى ولو يقولها ولكن ما عنده نية، ما يضبط النية عليه أنه مجنون، والمجنون رفع عنه القلم ورفع عنه التكليف، والعقل مناط التكليف كما يقول الفقهاء. شرط السين الطهارة من الحدث، فلا تقبل الصلاة كما ورد في الحديث تقبل الصلاة بغير طهور، يعني مفتاح الصلاة الطهور، معنى قليل استهارين، استهار من الخبث كذلك سواء في بدنه أو في ثوبه أو في موضع قيامه، يعني في مكان أداء الصلاة. 5 الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، فمطوط إلى قالت سيلي حائض يعني الحيض، قالت سيلي غذ النفس النفساء ثقي في كذاكي وظل ترى صلاة الجنازة. الشرط 6 استقبال القبلة، إلا قد نقبل ونزلغ القبلة وميلا ونزرارا
أين درنا في الظليث نظن الركن الفرض أدينا في صلاة الجنازة تسقط القبلة عند العجز يعني عن معرفتها. وطبعا الشرط الآخر والسبعة ستر العورة القذي لي مستور وذي لي يغوم ويتبان له وذميس ولا الأركان ينس. وبذلك نختم أركان صلاة الجنازة. الركن الأول النية لحديث أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إيلاق أنسعو النية الصلاة الجنازة ورسع لا الركوع على السجود لا إلى آخره. الشرط والسين 4 تكبيرات. الركن الثاني أن صلاة الجنازة بها 4 تكبيرات إلى 4 تكبيرات هكا في أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكبر عليه 4 تكبيرات. هذا الحديث أيضا متفق عليه خرجه الإمامان البخاري ومسلم. وهذا الأمر معروف عند الصحابة لأنهم شاهدوا صلاة الجنازة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان يكبر 4 تكبيرات. 4 تكبيرات يقلان معها تكبيرة الإحرام يعني الله أكبر تكبيرة ثمزورث أرمي 3 صافي. هذه هي 4 تكبيرات. الشرط وايض وس 3 الدعاء للميت. طبعا العلماء يقول لك بأي دعاء مأثور، أي دعاء ماهوش دعاء معين. بعد كل تكبيرة عقب كل تكبيرة ندعو للميت. أقل الدعاء اللهم اغفر له وارحمه. مدن الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه كررها من بعد الدين الله أكبر الله أكبر وهكذا. وطبعا اسمحوا لي أكم تحضروا الجنائز كامل، وإذا كان سمعت من يقول لكم قرأوا سورة الفاتحة فالأمر فيه سعة. في المذهب المالكي ما كانش هذه، ولكن المذهب المالكي عنده واحد الأصل من الأصول اسمه مراعاة الخلاف. مراعاة للخلاف الحرج مرفوع. ممكن يجوز بعد التكبيرة الأولى أدغرس سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية أدغرس الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بعد التكبيرة الثالثة أتدعو الميت بما تيسر. بعد التكبيرة الرابعة أتدعو وبعدين تسلم تسليمة واحدة. الإمام يجهر بها والمأمومون لا يجهرون بها. يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني كلاهما صحيح. هذا مكان. وبعدين الشرط الرابع يعني الركن الرابع هو القيام لصلاة الجنازة. نصلي عليها قياما، صلي قائما. العلماء قال لك هذا الحديث لا ينصرف إلى صلاة الفرض بل ينصرف إلى جميع الصلوات. فالصلوات تؤدى قياما. أقيموا لقوله تعالى أقيموا الصلاة سيفدي صلي قائما. العاجز يصلي جالسا. هذا ما كان كما الصلوات الأخرى اللي ما قدرش يصلي واقف يصلي جالس. ولكن في ملاحظة ذكرتها أعتقد في المسجد أو في غيره، بعض الناس يقدر يوقف فقط ما قدرش يطول، ماشي يريح في الكرسي يقول الله أكبر، لا يقول الله أكبر قائما وبعدين يريح. مفهوم يا جماعة الخير؟ لأنه هو قادر على القيام. تكبيرة الإحرام قلنا هي فرض والقيام لها فرض، يعني تكبيرة الإحرام ركن والقيام لتكبيرة الإحرام ركن آخر. باش الإنسان لا يستهين يقول كان كيني عندي فافور عندي رخصة أتوثا كنستغي خاطئ. إني الله أكبر سيف الدين من بعد قيم سوف له كرسي سوف له مطرح سوف له بزرو عندك يو الحال يعني هكذا. وكاين الشرط الركن الخامس اللي هو السلام. واجب على الإمام والمأموم معا
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والحديث يشمل جميع الصلوات، لازم تختم الصلاة بالتسليم، يعني الركن الخامس التسليم، السلام عليكم هكا، وبذلك تتم صلاة الجنازة. الآن أخيرا بعدين نفتح المجال للنقاش. أولى الناس بالصلاة على الميت، يعني باختصار أولا أولى الناس هو الوصي. وين في وصى؟ ما إلا يموت يوصى. أحسيني مثلا كيني غادي يزال في الليل الفلاني، لا مداكليس دي كماس دا عميس دا كيني فويلا الجاريس يلها غادي يروح ديني مولانا كاين سيني وصاي من كيزال في الناس تيكولي وصاي مولانا السيني الفلاني يزال في الليل هكا. والحرج مرفوع حتى لو كانت تكون الصلاة في المسجد، يطلب من الإمام، لأنه الأولى بالصلاة على الميت هو الإمام في مسجده، الإمام، باش نفهموا مليح يا جماعة الخير. ولكن الإسلام يربينا على الذوق الرفيع، لابد أن نستأذن. فإذا كان هناك وصية نستأذن من الإمام، قال يا إمام، طبعا الإمام الحمد لله يعرف الفقه، قال يا إمام هاو فيه وصية كذا وكذا، وهو يعلم بأن الوصي مقدم على غيره. والوصية معتبرة شرعا سواء في المعنويات أو في الماديات. يقول ما يوصى يوصى. ذا شو الوصية يجي دائما ننبه أنه الوصية لقد تنسعدي تقول غربال الشرع. زمد يجي وصية ديريت يقول لك أنا كي نموت حذاري فلان يحضر الجنازة تاعي، اتونسيون، هذه وصية. والرجال هذوك الله يبارك ما شاء الله كي جا ذاك مسكين يجي بنيته باش يزوره ولا يقول حبس هذا قالنا انت انتردي بابا يا بابا، هذه وصية باطلة، اللي وصاها هذا ما تسمعلوش، يقول برك كلام لا وزن له شرعا. هذا هو خطر. انت تغنى انت تاع الدنيا كي يروح الاخيره تبدل كلش، لوجيسيال يبدل، لا يقول لك يا ربي ما يطبقوش الوصيه نتاعي، خاطر وصل للصح يبوظ فيز اشيني ان شاء الله يا ربي وتسغنا راه واليو. ولكن الوصيه ما الا في المراقبه كسلام يوصى وري ظن فلاس ذنتسا يقزور الشرع. سبحان الله كي نروحوا للصحابه نلقاو هذا الامر موجود عندهم. ابو بكر الصديق وصى، شكون يصلي عليه؟ قال يصلي عليه عمر بن الخطاب. عمر هو اللي صلى على ابو بكر الصديق. عمر بن الخطاب شكون اللي وصى باش يغسلوه؟ هو ثاني خلى وصيه. وشكون يقول لي اجتهاد برك؟ عمر بن الخطاب ثاني وصى. اول سفير في الاسلام صهيب، اللي غسل عمر هو صهيب. من ساعة وصى عائشة أم المؤمنين. شكون يا عمر؟ قلت عفوا نرجع. أبو بكر الصديق صلى عليه عمر، وعمر صلى عليه نفسات الآن صلى عليه صهيب، وعائشة أم المؤمنين قالت لهم يصلي علي أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، هو بلا منازع، هو بلا منازع، ما عدا واحد اللي نزعوا شويه برك في الكتابه. شكون هو؟ عبد الله بن عمرو صاحب الصحيفه الصادقه هكذا تسمى. وابو هريره اعترف قالت لانه كان يكتب ولا اكتب، ولكن هذا تواضع منه. في النهايه ابو هريره هو اكثر روايه للحديث من عمرو بن العاص، من عبد الله بن عمرو بن العاص. فغادي عائشة المؤمنين توصى ثاني سوري الظل في اللي هذه الظل في اللي أبو هريرة أكبر صحابي اللي حمل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في رأسه ونقلت إلينا كما تعلمون. إذا ما كانش إمام المسجد، ما كانش الوصي إمام المسجد، خاطر هو اللي قدموا الشرع على الباقي.
أو من يقدمه إمام المسجد. ممكن إمام المسجد يشوف كاش واحد يعني الشيخ من الشيوخ الكبار وكذا، يعني يتفضل ويقدمه مثلا، هذا أمر. وإلى بعدين العصبة الأولى في الأولى، العصبة الأولى في الأولى، ويجوز التقديم، يجوز الأولى. مثلا يكون الابن مقدم على ابن الابن، الأخ الأكبر مقدم على الأخ الأصغر إلى آخره. ولكن كي تعطيو القدر من بعد إذا كان قدم ما كانش مشكلة. المهم كما لي بريوريتي في الكود، قال أخويا البريوريتي نتاعك تفضل، معليش شوفت واحد آخر راك سمحتها. المهم ما يكونوش المشاكل قدام برك. المهم في نهاية اللقاء اليوم طبعا الحديث بقية، خاطر مازال ما رجعناش إلى واش قال ابن عاشر. احنا درك الآن عندنا خلفية معرفية، عرفنا أحكام تاع تغسيل الميت، عرفنا أحكام تاع الصلاة على صلاة الجنازة، وعرفنا بلي هذه فرض كفاية، هذه فرض كفاية. كيف في نقطة نختم بها، اللي يغسل الميت، كاين اللي يغسل الميت يقول لك لازم نروح ندوش ونعود كلش يعني ونتوضا إلى آخره، وكاين يقول لك اللي يرفد الميت برك لازم يعود الوضوء. هذه معروفة، هذا غير صحيح. غسلت الميت الوضوء نتاعك لم ينتقض، الوضوء الأصغر مازال تقدر تصلي به كلش عادي. أما إذا كان رفدته فلا شيء عليك. يعني أقول هذا يعني إزالة لللبس الذي عرف بين الناس. فإذا حبيت تعود الوضوء نور على نور، كاين ربي، ولكن أولا ما يكونش ربما عندك وقت باش تعود الوضوء، وربما باش تعود الوضوء في حرج، عندها تعود الوضوء عندها كذا صافي. وين يسترذل الميت، وين يرفد الميت وريوجي فالا فلاس باش هذه يعود هذه الوضوء. وربي قال في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. السلام عليكم ورحمة الله.